كان رحنا، نقول إذا كان رحنا، لأن كل من استضاف دورة مثل هذه عنده أهداف فيها. بالنسبة للمغرب الهدف تاعو بالنسبة للمخزن، نقول وأكررها، هو الإطاحة بالمنتخب الوطني الجزائري في الأدوار الأولى. أستاذ ناصر، كيف ترى حدود المنتخب في هذه القرعة التي تضم منتخبات بوركينا فاسو الذي لطالما تعودنا على اللعب معه في كل المحافل الإفريقية، ومنتخب السودان اللي راه متصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم؟ شو بعيد عن التصدرات اللي كانت في المجموعات، أنا أقول الحقيقة على الورق المنتخب الجزائري أقوى بكثير من الفرق هذه اللي رانا، ولكن الكرة الأفريقية مع الوقت الراهن يعني تقدمت المستوى، تقدم في أفريقيا، ما بقاش فريق كبير وفريق صغير. أنا أظن الجزائر عندها حظوظ كبيرة باش تمشي للدور الثاني، أقولها يعني بكل تحفظ نظرا للإمكانيات الموجودة للمنتخب من الناحية البشرية أو المادية. حتى المسؤول اللي راه قايم دوك على المنتخب الوطني، ولكن الهدف المسطر يعني ماهوش كتير على كأس أفريقيا للأمم بعد كلام وزير الرياضة الحالي اللي قال الهدف تاعنا هو التأهل إلى كأس العالم. لما لا يعني بالظفر بهذه الدورة إذا كان رحنا، نقول إذا كان رحنا، لأن كل من استضاف دورة مثل هذه عنده أهداف فيها. بالنسبة للمغرب الهدف تاعو بالنسبة للمخزن، نقول وأكررها، هو الإطاحة بالمنتخب الوطني الجزائري في الأدوار الأولى. ما همش حابين المنتخب هذا يوصل إلى المربع الذهبي كيلكو سوا لي جوار اللي عندنا أو المدرب اللي عندنا أو الإمكانيات. ولكن لو كان تكون يعني الشفافية ويعني النظرة الكرة الأوروبية في أفريقيا، الجزائر سوف تقول كلمتها هذا الموسم. بالنسبة للفريق بوركينا فاسو فعلا في كل كما قال خويا كريم في كل مرة نلقاو صعوبة باش نتجاوزوا هذا المنتخب، ولكن حتى فريق السوداني ليس بالسهل كما قال كريم، ربما يأتي لهذه الدورة لإثبات وجوده والتأهل إلى الدور الثاني على الأقل. للناس راهي حقرة هذا الفريق. أما بالنسبة للمنتخب غينيا الاستوائية كنا انهزمنا آنذاك أمامه في الدورة السابقة، ولكن كانت هناك عدة ظروف سينو ما كناش راح ننهزموا يعني قدام هذا الفريق. هي يقول لك هناك عبارة خاطئة يعني اللي تقول البقاء للأقوى في هذه الدورة، ولكن أنا أقول البقاء للأوفى. الإنسان اللي يوفي بالعهد تاعو ويحب يرتقي إلى مكانة، إن شاء الله تكون شفافية باش نرتقي بالصدق والأنقى، ننتقل يعني للدور الثاني بالصدق والأنقى، يعني باللاعبين تاعنا وبالفوتبول الجيريان اللي نعرفوهم، خاصة مع وجود اللاعبين هذه. احنا دوك ما عندناش نقص في اللاعبين، ربما راح نزيدوا واحد ولا اثنين من اللاعبين اللي كانوا، وراح نمشي يعني بهذه الدوره بكل ارتياحيه نظرا للجو كما قال كريم، للجو الملائم شو راح تلعب في بلادك، وخاصه الشعب المغربي اللي دائما نفتخر بالشعب تاعو وليس على الحكم، اللي يحب الجزائر ويحبنا ونحبوه كما كاين احترام متبادل. يعني لما تشوف الرجال البيضاوي كيف يتغنى بالجزائريين يعني لحمك يشوك. هذا الشيء اللي قلت لك ان شاء الله نكونوا في الارقى حتى يعني يتسنى لنا باجتياز الدور الاول هذا بكل جداره واستحقاق. إذا أستاذ، تكلمت بخصوص الشفافية، الكولسة، هل تظن بأن هناك يجد المنتخب صعوبات في كان المغرب؟ شوف أني قلت لك جميع الدول لما تستضيف دورة عندها هدف معين، بالنسبة للسياحة، بالنسبة للرؤية تاع البلاد هذيك، بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة لرياضته، حتى يكون ما تنساش المغرب حوالي 40 سنة ما شافش هذا الكاس أفريقيا. طبعا راح يعمل كل شيء، كل ما في وسعه باش يفوز بهذه الدورة. ولكن أنا لي فوتباليستيك من المستحيل
يعني المنتخب المغربي راح يفوز بهذه الدورة إذا كانت شفافية. هذه الدورة مبنية خاصة على المنتخب الجزائري باش ما يمشيش، ماذا بهم الدور الأول ينحيه، ولكن بالك يخلونا نفوتوا ومن بعد راح يكسرونا. يعني أنا نهضر لك شوف صراحة، المخزن وانا والله يعني كان جيت انا في مكان يعني الدوله تاعنا نقول لهم ما نروحش للمغرب احسن اذا كانت ما كانش فيه شفافيه، وان شاء الله يعني فيها خير. كما قلت لك احنا همنا الوحيد هو بناء فريق متكامل ومتجانس، ماشي باش نلعب فقط على الاقل نعاود لانه لما توج بكاس يعني كما جزنا بها في 2019 تقعد لك راسخه كما تاع كرمالي، سيد كرمالي حوالي 30 سنه تقعد راسخه في التاريخ، ماشي المشاركه، على الاقل القاب. ان شاء الله ان شاء الله فيها ولما خير لا. وفيها جلب الكأس من المغرب. عليه. الأجواء مناسبة مثل كان 2019 كانت أجواء مماثلة للجزائر شوف وللاعبين شوف خويا خاصة أسامة، في الدوري. لما تقول لي الاجواء مناسبه، لما نشوف انت راح يلعبوك في ملعب اللي مازال هذا وين بدا هذا الملعب. ايماجينيفو على ديرنيير مينيت يعني الدقيقه الاخيره ويقول لك هذا الملعب ماهوش واجد خويا كريم، كيفاش راح نديروا احنا الجزائر وراح يدونا نلعبوا؟ هذا ديجا عائق الاول. اذا كان بداو به راح يبدلوك من المنطقه هذيك يديك المنطقه اخرى، لان التركيز احنا لما تركز حتى بيتكوفيتش كان معول باش يروح يشوف هذا الملعب، قالوا له هذا راح يبدا. ان شاء الله يعني نكونوا احنا بالك رانا نسبقوا الاحداث والشي راح يكون واجد، وبالك احنا رانا غالطين حنا على الكولاسه هذه ربما، ولكن نقول ربما ولكن لانه ما دام هناك اليهود والمخزن هذا اللي راه مستولي عليه واعر الشيء ما هو سهل، يحاولوا الاطاحه بكل الظروف باش المنتخب الجزائري ما يمشيش. هذه يا اسامه. إن شاء الله أستاذ يكون خير ان شاء الله يا رب. بعيدا عن الكولاسة. ان شاء الله. وشرفنا أستاذ كريم، هل ترى بأن هناك صعوبات وتحديات؟ هل تشاطر الرأي بالأستاذ ناصر؟ نعم، شوف احنا نتكلم فنيا قبل. اذا كان الفريق الوطني وتأهل في دور المجموعات وكان على رأس المجموعة، لكن تأهلنا في المرتبة الأولى، رايحين نلعبوا مع مجموعة تاع السنغال، الكونغو والبنين والبوتسوانا، مع الثاني تعادل المجموعة. إذا كان تأهلنا في المرتبة الثانية راح نلعبوا ضد كوت ديفوار، مع الأول تاع مجموعة كوت ديفوار، كاميرون، الغابون والموزمبيق. هذوما حالتين. في الحالة الثالثة اللي ما تمناهاش إن شاء الله، نتمنى ان شاء الله الفريق الوطني يتأهل في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية باش ما نلعبوش مع مجموعة المغرب. إذا كان التصنيف الأول تأهلنا في المرتبة الثالثة نقدروا نلعبوا مع الأول تاع مجموعة المغرب أو مجموعة السنغال أيضا. نعم، راح إذا مرينا في أحسن ثالث. احنا هذو احتمالات، ولكن كل شيء أنا تكلمت فنيا، ولكن كاين عوامل أخرى اللي تقدر تضر الفريق الوطني، منها الكواليس، الكولاسة، راح تكون التحكيم، راح يكون الظروف تاع المحيطة بين الفريق الوطني. نتمنى إن شاء الله أن كل الظروف تكون مواتية، لأن عندنا فريق قوي جدا يقدر يتأهل حتى للنهائي. عندنا لاعبين عندهم مؤهلات كبيرة. نتمنى ان شاء الله ان تكون الروح الاخويه والروح القتاليه اللي كانت في 2019 باش نقدروا نتاهلوا للادوار المتقدمه ان شاء الله. لكن كريم ما ننساش باللي احنا الجزائريين كما يقولون راسنا خشين. هذو المغاربه دوك عندنا دو شوا، احنا عندنا دو شوا، يعني خيارين: ان تكون منافق تسكت وترافق. راك فاهمني؟ كيف ذلك استاذ؟ تنافقهم تولي كيما هما، تسكت يعني ترافق. ان تكون صادق اخسر وفارق. لا كنا صادقين ومشينا بالرجوليه تاعنا ما نمشوش احنا. هذا هو المشكل المطروح اللي راهو اليوم في الفريق الوطني او في الجزائري الاصيل. احنا ما نجموش، هاو المشكل اللي رانا فيه، ما نقدروش يعني نميلوا على بعضنا باش نروح يعني البيت المخزن هذاك وتسلام اليد وكذا والاخر، ما نقدرولوش احنا. اليوم ها هو الحقيقه اليوم تقال. ان شاء الله ما تكونش في كولاسه وراح تشوف المنتخب الوطني. ان شاء الله. صعيب الشيء لانك راح تلعب
انا نقول شعب كما يقولوا شعب واحد، ولكن راح تلعب في بلد الناس، مش راح تلعب في بلادك. هذه باش نتفاهموا. لما تقول لي لا الجو لا الشعب تاعهم، لا، اذا ارادوا شيئا فيقولوا دير له هذيك يدير له. إن هذه شاء من الله. الاخر يا سي كريم ولا خويا اسامه، هذه قاعده مفروغ منها، لازم نتقبلها. وهما وراهم حتى الشماخ لما قال نتمنى اقصاء الجزائر باش ما نتلاقاوش معه، هذا مجرد كلام فقط. هو ماذا به على باله بلي ما يتلاقاش معنا، ماذا به في الدور الاول يمشي ديجا. هاو الشماخ هذا واش قال هنا؟ هذا هو البيت القصيد، لازم أجد تعرف. أن هناك تصريحات مستفزة من بعض اللاعبين السابقين إيه، للمنتخب المغربي. فعلا واش راني نقول لك؟ هاو الشماخ واش قال لك؟ ليس بتلك الاحترافية باش أنه ما لاعب مثل نطيحوش كريم، الشماخ. قال لك اتمنى باش ما نطيحش مع المنتخب، اقصاء المنتخب باش ما نطيحوش معاه. إيه. ديجا هذا مؤيد للمخزن، هاو مؤيد للفرقه تاع، ما نحبش نسميها لا هذا وجود لأي احترافية ما في- كانش احترافيه. شوف لما تلحق اللقجع والموتسيبي ما كانش الاحترافيه. احنا لو كان عندنا يعني في البيت فيدراليه واحد ولا زوجة ثلاثه لما كان الحجر وراوه ربما نقول كلمتنا، ولكن الان رانا من كما يقولون نشوفوا غير من النافذه. ان شاء الله ربي يكون معنا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنسوناش من الدعم ديالكم، ضغطوا على زر الجرس لتوصل بالجديد. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.